السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. عايزه اقول لكم قبل ما نشوف اي حاجه خالص، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك. ولو انت لسه جديده عندي على القناه، انزلي اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. هنعمل مع بعض النهارده تشيز كيك. بصوا حكايه. اول حاجه معايا 3 بيضات وحطيت عليهم رشه فانيليا، تمام. ومعايا هنا في الطبق ده كوبايه وربع من الدقيق، ومعلقتين كبار كده من الكاكاو الخام، ومعلقه بيكنج باودر، تمام كده. طيب، ومعايا نص كوبايه من الزيت، ومعايا كوبايه الا ربع من الحليب، تمام. ومعايا نص كوبايه من السكر، تمام كده. انا حاطه في الكوبايات المعياريه بحيث ان انتوا برضو تشوفوها. انا حطيت هنا السكر على البيض، وهضرب زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بيه الزيت بتاعي النص كوباية. وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من اللبن، وهنزل بالمواد الجافة بتاعتي، تمام. طيب انا هعمل النهاردة التشيز كيك ديت، هعملها بالكيك مش هعملها بالبسكوت، تمام. انا بحبها اصلا بالبسكوت بصراحة، بس انا عندي هنا في البيت طلبوها ان هم عايزينها بالكيك. وغير كده كمان هي بتبقى اخف شوية، يعني اللي بالبسكوت بتبقى تقيلة دسمة قوي، لان انا هعملها اللي هي بالاوريو، تمام. فبتبقى تقيلة جدا جدا بقى مع الاكل كمان، فبتبقى حاجة دسمة كده شوية، بس انا بحبها بصراحة. بس ان شاء الله جربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا. كيكة عادية جدا، بس هنعملها يعني تبقى رقيقة شوية، مش عايزاها تبقى سمكها عالي قوي. تبقى طبقة كده رفيعة من تحت، مش رفيعة قوي قوي يعني تبقى ناشفة، لا يعني متوسطة كده، مش زي الكيك العادي، تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، نزلت وسبت بقى اللبن خارجي كده، علشان ايه؟ كل دقيق عن دقيق يختلف زي ما انتم عارفين طبعا. يلا بقى، لو انت لسه ما حطيتيش اللايك، حطي لي اللايك وشجعيني بكومنت حلو، وخليكي معايا بقى عشان تشوفي ان شاء الله التشيز كيك التحفة دي. طبعا الصورة واضحة، والشكل لوحده بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاجة ان انا اقعد اشكر فيها لانها بجد فظيعة. كده هنقلب بقى كده مع بعض. هنا قلت لكم بقى هقعد اقلب فيها كده شوية، وخدت معايا اللبن اللي انا حطيته كله، اللي هو كوباية الا ربع، تمام. هجيب بقى معايا الصينية. عندك بقى صينية اللي بتتفتح، عندك صينية عادية، عندك بايركس، اي صينية مش هت عادي. لو انت ما عندكيش الصواني اللي بتتفتح ديت، مفيش مشكله، حطي في بايركس وشغاله معاكي عادي جدا. بس انا بضطر احط في اللي بفيه عشان انا بصور. لكن لو انت هتعمليها في بيتك عادي لعيالك، عادي مفيش مشكله. ملكوش دعوه بقى بالصينيه التجريح اللي في الجنب ده، ملكوش دعوه بيه. خليكم معايا في الصينيه. انا حطيت بقى ورق زبده كده من تحت، تمام. ونزلت بيه الكميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. وعادي جدا زي ما بقول لكم، حطوها في بايركس مفيش اي مشكله، هتبقى حتى الطبقات كده باينه وشكلها حلو جدا. وسهله ان انت تطلعي منها يعني، وتقطعي وتطلعي منها. او لو صينيه عاديه برضو شغاله عادي، تمام. هنا بس كده ايه، بساوي كده وبظبط الدنيا. هدخلها بقى الفرن. نعمل بقى مع بعض ايه الخلطه الايه التانية، الطبقه التانية، تمام. معايا هنا بسكوت اوريو كسرته كده بالشكل ده. وهنا معايا بتاع 3 4 معالق كده من السكر البودر، وبراحتك يعني السكر ده على حسب ما انت عايزه. كوبايه من الحليب البودر، والمفروض الكريمة الباستري دي كوباية بس، انا دول اخر حاجة عندي، هي عملت يعني نص كوباية حاجات بسيطة. ومعايا كريم جانتيه، ومعايا الزبادي. براحتك بقى، الزبادي برضو ممكن تحطي الكبيرة اللي انا حطاها دي بس، وتشيلي الصغيرة، بس انا كانت عندي في التلاجة فقلت هاخدها معاها بالمرة، تمام. جبت بقى الايه الجبنة. عندي الجبنة هنا مثلثات اي نوع انت حباه، نزليهم 8 قطع 12 قطعة، اي حاجة اللي انت حباها حطيها، تمام. هنزل عليها بالسكر بتاعي البودر الاربع معالق، والكريم جانتيه والكريمة الباستري، كله فوق بعضه كده، تمام. ومعايا هنا طبعا ايه الزبادي بتاعي، زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نحط الكبيرة بس انا لقيت دي كمان، فانا رحت ايه حطاها بالمرة كده معاهم، لاني طبعا كانت الكريمة الباستري مش كتير، فكنت عايزة انا ارتفاع الطبقة تكون عالية يعني، تمام كده. معايا هنا بقى الجيلاتين البودر، هنزل عليه بميه مغليه بالشكل ده كده، نص كوبايه ميه مغليه على الجيلاتين البودر، وهقلبه تقلبتين كده، وهركنه على جنب.
هتقولي لي الوصفه دي لازم جيلاتين؟ يعني بصراحه لازم، لانها برضو هتمسك لك. الجيلاتين موجود في اي حته ومش غالي، يعني عادي على حسب ما انت عايزه. تمام. انا الجيلاتين بيبقى لما بيبقى ميه سخنه قوي او تسخنيه قوي بيبقى ليه ريحه كده شويه، فبحط له فانيليا عشان اضيع الريحه دي. هنا حطيت كوبايه من الحليب. تمام. وهحط برضو كوبايه كمان. تمام. هروح بقى اضرب الكلام ده كده بالمضرب، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. والبسكوت الاوريو الكميه على حسب ما انت عايزه، يعني عايزه تبقى فيها حشوه كتير من جوه حطي. هنا انا حطيت الفانيليا على الجيلاتين بالشكل ده كده، وبعد ما ضربت الخليط بتاعي هنزل بقى الجيلاتين عليه وهضرب برضو تاني. تمام. عايزه اقول لكم التشيز كيك دسمه جدا، يعني جميله كده، بس مش حاجه تجزعك كده وانتي بتاكليها، لا مظبوطه بصراحه، يعني هي سكرها مظبوط جدا. هنا كده انا حطيت الجيلاتين بقى وبقلب كده ايه كله مع بعضه بالشكل ده. هبتدي بقى انزل بالاوريو اللي انا مكسراه. مش عايزه تحطي اوريو من جوه ما تحطيش، بس بصراحه بتفرق، يعني طعمها حلو جدا. يعني انا هنا كان اللي حسيت ان هو قليل كمان رحت مزوده بصراحه، لاني انا بحب الاوريو جواها كده، بيبقى بيطرى بقى مع الخليط دون وكده، بتحسيه عامل زي الكيك كده من جوه، وهي بقى كلها كيكه، لا بجد تحفه. مش هتكلم كتير، بجد فظيعه. تمام. الكيك بقى طلع معايا وهدي خالص، لازم يهدى خالص خالص، ما يكونش فيه اي سخونه خالص. بصوا انا ماسكه الصينيه بايدي عادي جدا. بصوا الكيك طري جدا وهش جدا ما شاء الله، تحفه. هنزل عليه بالخليط بتاعي بالشكل ده كده، وهساوي بقى كده من فوق، بحيث ان انا ما اخليش حروف بسكوت طالعه كده لفوق، لان في طبعا صوص جناش كده هننزله على الوش، فمش عايزه ان انا حاجه تضايقني كده من فوق. هساوي كده بس انزل حروف البسكوتات اللي واقفه دي، انزلها لجوه كده. تمام. وهشيلها بقى في التلاجة تجمد شويه، هتحطيها في الفريزر. بصراحه انا كنت بصورها بالليل وكنت خلاص بقى فصلت، كنت لازم انام بسرعه، فروحت شايلاها واشتغلت فيها تاني يوم. سبتها بقى براحتها خالص، قلت تمسك براحتها وتاني يوم نكملها مع بعض. تمام. غطيها كده وشيليها بقى في التلاجة، شيليها في الفريزر براحتك بقى. جينا هنا بقى لتاني يوم زي ما انتوا شايفين اهي ساقعه مسكت كويس جدا اهي بالشكل ده كده. اوسع بقى كده من الجنب كده بالراحه عشان ما بوظش الحروف بتاعتها. ده لو انت هتقدميها يعني زي ما انا ما هقدمها كده، لكن لو خلاص في صينيه باركس عادي بقى، ده كله شغال يعني عادي اهو بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اطلعها كده واحده واحده. عايزه اقول لكم تحفه فظيعه، كلمه فظيعه قليله عليها والله. هنا طبعا طبقه الكيك مش باينه علشان الصينيه برضو معايا الحرف بتاعها، وغير كده كمان الخليط اللي انا حطيته نزل عليها كلها كده، غرقها كده ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. تمام. يلا بينا نكمل بقى. هنا بقى معايا صوص الجناش اللي انا كنت عاملاه في التورتايه، اللي انا كنت عاملاها من يومين كده متهيألي، الفادج. تمام. هو ده انا كنت شايلاه في الفريزر، ما فيهوش اي حاجه خالص، اللي كان بيقع من الصينيه كده انا عينته، يعني ما برمهوش. تمام. قلت بقى اشكل بيه كده بالشكل ده كده، وهنلف عليها كلها داير ما يدور كده اهوت بالشكل ده. تمام. انا حاسه ان انا بقعد اتكلم معاكم كتير 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 في الفيديو، بس بجد ببقى عايزه اوصل لكم كل حاجه انا بعملها، يعني ببقى حاسه ان انا مش عارفه انا كده وصلت لكم المعلومه او حد فاهمني او حد مش فاهمني. فببقى ان انا عايزه اقول لكم كل حاجه بصراحه، يعني انا ما بحبش اداري حاجه، ولو في اي حاجه معايا طلعت مش حلوه او طلعت بايظه والله ما بنزلها. فانا بنزل وصفه وانا متاكده منها مليون في الميه. تمام. انا هنا كده عملت خلاص الخليط كله، ومعايا هنا الكريم جانتيه برضو اللي انا كنت عاملاه في التورته بتاعه الفاج. برضو انا ما رميتوش، ما بحبش طبعا ارمي حاجه زي كده، حرام يعني ليه. فشلته وعملت اهو بيه بالشكل ده كده، نفعني جدا. تضربيه تاني تطلعيه تضربيه تاني بالمضرب، وبعد كده تشتغلي بيه وزي الفل جميل جدا. واهو يبقى الجناش كان عندي والكريمه كانت عندي، ما فيش اي حاجه حصلت يعني عادي خالص، ولا تعبت ولا في اي حاجه. هنا كده قلت ازوق بقى تزويق كده هادي شويه،
تمام، عشان برضو ما يبقاش الموضوع اوفر، يعني ما يبقاش فيه حاجات كتيرة بقى والموضوع فيه دسامة اكتر من كده، لا كده حلوة قوي. ومعايا بقى بسكوت اوريو كده، قلت انيم كده كل واحدة كده على الكريمة بالشكل ده بس. وخلصت معانا الوصفة وجميلة جدا. اللي تشوفيها ما تقوليش عليها تشيز كيك اصلا، هي تحسيها تورتايه مش تشيز. راح عند حد اعمليها، خديها معاكي بدل ما تشتري من بره في الوقت اللي احنا فيه ده، هتلاقيها معدية جدا جدا. يعني بصراحة انا بوريكم الجناش ان هو ماسك، يعني ما بيلزقش في الايد خلاص. شوفي لو هتجيبيها من بره دلوقتي هتجيبيها بكام؟ لا بجد تستاهل ان انت تعمليها في البيت، مش خسارة فيها ومش مكلفة والله لدرجة خالص خالص. عادي جدا يعني، كلها حاجات بسيطة، احسن ما هتجيبيها من بره وانت عارفة نظافتها وعارفة وطعمها تحفة. يعني انت جربي هتعجبك جدا، حتى لو هتعملي صينية اصغر من اللي انا عاملاها ديت وجربيها وشوفي. هنا بقى انا قطعت طبعا، انتوا عارفين ان انا بحب ان انا ادوق معاكم بالشكل ده كده. وبصوا الكيك من جوه بقى هش جدا وطري، بصراحة تحفة. وهي كلها على بعض كده تحسيها ان هي طرية وجميلة جدا بالشكل ده، فظيعة بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واستنى بقى تعليقاتكم. والسلام عليكم.